ترى ماني مسؤولة عن مقاساتكم بعد هذا الحلا، أنا مسؤولة عن سعادتكم بس. حلا بارد ويذوب بالفم وطريقته مرة سهلة ومتأكدة بتدمنونها. أول شي نحتاج الخلاط، والمكونات تكون كلها باردة من الثلاجة. نحط علبتين قشطة ونص علبة نستلة أو حسب الرغبة، ممكن تحطون نص أو ربع، وظرف دريم ويب وظرف كريم كراميل، ونخلطهم ونتأكد إن المكونات كلها ذابت تمامًا. وبعد نجيب الصينية ونغمس بسكوت الشاهي بالحليب طبقة أولى، وبعدها نحط عليها من الخليط ونكرر الطبقات. وفجأة جتني مداهمة من أخوي وقرر يساعدني، بس المصيبة إيش؟ ما يعترف بشي اسمه قفازات. ومن صراخي عليه أمي تحسب إن صاير شي بالمطبخ وجت تركض بتشوف إيش السالفة، وقرر ياخذ محتوى من وراي وثبت جواله وبدأ يصور، والمشكلة حط جواله قدام جوالي. يا أخي وين حقوق الملكية؟ بس لا تخافون علي، بكمل وبتطلع النتيجة مرة لذيذة. وحطيت باقي الخليط ودخلت الثلاجة يبرد ويتماسك شوي، وبعد ما برد بالثلاجة طلعته وحطيت عليه نسكويك، أو ممكن تحطون عليه شوكولاتة بلجيكي يطلع مرة لذيذ. وبعد ما خلصت رجعته للثلاجة 4 ساعات أقل شي عشان يتماسك، والبسكوت كذا يتشرب الصوص وتحسون النكهات دخلت مع بعض. وبعد استمتعوا بألذ حلا بارد ويسرسح، وبالعافية علينا وعليكم.